موضوع مهم جدا. ناس كتير سألتني عليه وأنا عانيت منه بشكل شخصي. اللي احنا مش عارفين نشتغل من ساعة يوم 7 أكتوبر واللي بيحصل لإخواتنا. ربنا يا رب يعدي الابتلاء دوت على خير ومنصورين دايما يا رب إن شاء الله. في مشكلة كبيرة جدا. نحن لا نملك في أيدينا أي شيء سوى الحاجات اللي نقدر نعملها. انت في جهات موثوقة تحاول تتبرع عليها بالفلوس، تحاول توصل لهم الفلوس ديت. طبعا الدعاء ليهم طول الوقت، كل الأوقات. دي اهم حاجات اللي في ايدينا، وطبعا المقاطعه للمنتجات الداعمه للخونه الاعداء. فديت الحاجات اللي في ايدينا. هتستسلم وهتقعد كل يوم تتفرج على الفيديوز. انا عانيت من دوت في بدايه المشكله، وما كنتش بروح الشركه اصلا، ما كنتش عارف اشتغل. طب ما احنا لو ما اشتغلناش مش هنعرف نصرف على بيوتنا، في بيوتنا احنا كمان هتعاني. واحنا اوريدي بنعاني كلنا من مشكله كبيره هنا في مصر. ربنا برضو يفك كربنا على خير ان شاء الله. فاللي في ايدينا الدعاء ليهم طول الوقت. نحاول نشتغل عشان خاطر عائلاتنا، وعشان خاطر اسرنا، وعشان خاطر بلدنا مصر. وفي نفس الوقت نحاول نشتغل ونحاول نسبورت وندعمهم ماديا بقدر الامكان من خلال الجهات الرسميه المسؤوله اللي تقدر توصل لهم المساعدات ديت. دي الحاجات اللي في ايدينا. فما نحملش نفسنا ما لا طاقه لنا به. يعني ما نحملش نفسنا حاجه احنا مش هنعرف نعمل فيها ايه. نلتزم بالمقاطعه، نلتزم بالدعاء، نلتزم وده مش تصدق، يعني مش صدقات كمان، ده واجب على كل واحد فينا ان هو يساعد اخواته هناك. فده اللي احنا نقدر نعمله. بس لازم نركز في شغلنا هو اللي هيخرجنا من كل حاجه، هو اللي هيساعدنا وهو اللي هيساعدهم، هو اللي هيعمل كل حاجه. فما لاش نستسلم لدايره الحزن. وتعالوا نفكر ندعي ليهم طول الاوقات، وندعي لينا طول الوقت، وربنا يا رب يفك كربنا جميعا. ودايما كده الدول العربيه كلها والاسلاميه تكون في احسن حال.